عشاق الوصفات السهلة السريعة والصيفية جبت لكم اليوم بطاطا كوشة معسلة بالبنة، بنة المطاعم، تتبيلة خطيرة. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في بنة زمان مع إيمان. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي. صلوا على رسول الله. بسم الله. كخطوة أولية جبت كمية من البطاطا والبصل، والكمية على حساب البلا اللي راح تستعملوه. قطعتها دوائر البنات ما يكونوش خشن باش ما تديلكمش بزاف وقت. درت كميه من البطاطا، 2 حبات بصل متوسطين في الحجم، تقدروا تقولوا شويه صغار. قطعتهم جوانح، لازم تقطعوهم جوانح رقاق باش ما يدوش الوقت في الطياب، ومام الطبق تاعكم يجي معسل. الاضافه تاع البصل زادها بنه على بنه. جبت نصف حبه انا من الطماطم، قطعتها جوانح. وتقدروا طماطم اذا كانت عندكم صغيره تقطعوها دوائر. نخليها على جنب. جبت بول، درت فيه 2 حبات ثوم، فصوصه تاع الثوم شويه كبار في الحجم. ربيتهم كيما راكم تشوفوا. تقدروا تزيدوا الكميه تاع الثوم، تقدروا ديروا ثوم بودره اذا ما تبغوش الثوم. درت نص ملعقه صغيره فلفل احمر، ربع ملعقه صغيره فلفل اسود، نص ملعقه صغيره كمون، نص ملعقه صغيره كركم، نص ملعقه صغيره فلفل احمر، نص ملعقه صغيره توابل الشاورما، ونص ملعقه صغيره توابل الدجاج. هذو هما الاضافات اللي راح يزيدوها بنه على بنه في هذا الطبق. درت واحده جامبو تاع الدجاج، اللي ما تبغيش جامبو دير ملعقه صغيره تاع الملح، ملعقه كبيره طماطم مصبره، نص ملعقه صغيره هريسه حاره، ملعقه صغيره نتاع الزبده، نص ملعقه صغيره موتارد الخردل، تقدروا ديروا ملعقه صغيره. ملعقه صغيره درت تاع العسل، هو راح يعطينا يكسر لنا الحموضه في هذا الطبق ويعطينا الاحمرار. تقدروا تعوضوه بملعقه صغيره سكر. درت الكاس تاع الشاي، درت نصف كاس زيت وكاس نتاع الماء. نكملوا بالكاس تاع الشاي اللي خدمنا به، وتقدروا تخدموا بالفنجان. بعد ما دخلت مليح المكونات مع بعض، نقلع كميه صغيره راح نخليها على جنب. وجبت كميه من الجوانح تاع الدجاج، تقدروا ديروا الدجاج في هذه الوصفه. غسلتهم مليح بالماء والخل باش تمشي لهم هذيك الزفره. مارينيت كامل الاجنحه تاع الدجاج، خليتهم على جنب انا مده ساعه ونص باش يتشربوا لي النكهات. أجنحة الدجاج إذا كانت عندكم كمية كبيرة الصلصة زيدوا فيها باش تقدكم الكمية. سجلوا عندكم يا البنات، هاد الصلصة راح تعتمدوها في كامل الوصفات بطاطا كوشة. درت التتبيلة المتبقية درتها مع البطاطا والمكونات الأخرى، وماذا بكم البنات تدخلوها بالأيدي باش يتشربوا مليح المكونات. جبت انا البلا اللي يدخل الفور، كملت هبطت كامل هذيك الكميه البطاطا. تقدروا البلا تاعكم تدهنوه بالزيت ولا بالزبده. طماطم قلعتها من الفوق راح نديرها على الوجه. سدفت الوجه نتاع الاكله تاعي ولا البطاطا. جبت هذيك الطماطم درتها من الفوق، ودرت كميه من الزيت الاخضر اللي كنت غسلته مليح من الملح. وجبت هذيك الاجنحه تاع الدجاج، بديت نسدف فيهم. كي بديت نسدف فيهم يا البنات بانوا لي الاجنحه تاع الدجاج الكميه تاعهم كبيره على البلا تاعي بزاف صغير. درتهم في بلا اللي كان كبير، ودرت كامل المكونات اللي درتهم من قبل. وجبت جويان تاع الحار، قسمته على 3 ودرته في الوسط. تتبيله اللي كانت عندي في البول، درت لها كاس نتاع الماء ودرتها في الجناب. ما ديروهاش من الفوق باش ما تهبط لكمش التتبيله اللي في البطاطا وفي الاجنحه تاع الدجاج. غطيتها بورق الطهي اللي كنت بللته في الماء. درت له ورق الالومنيوم. الفور كان ساخن على 220 درجه. كي بدا يتكتك حسبوا له ساعه حتى لساعه وربع كامله، وخطره على خطره دخلوا الموس حتى تشوفوهم دخلهم الطياب. بعد ما انا دخلهم الطياب جبت هذيك الصلصه درتها بالبانسون بالفوق، درت في الاجنحه تاع الدجاج مام في البطاطا، وعاود دخلتها للفور غير من الفوق. المكونات تاعي داو لي احمرار. ما تكثروش عليهم الطياب باش الاجنحه تاع الدجاج تاعكم ما ينشفوش. قلعت لكم في طبيسي باش تشوفوه كيفاش جات البطاطا كوشه. جات معسله يا البنات بالبنه. الصوره ديجا راها تعبر على نفسها. من اروع الوصفات تاع بطاطا كوشه اللي راح تجربوها وراني متاكده راح تعتمدوها. اجنحه الدجاج ثاني جاو طريين. الى الملتقى ان شاء الله.